مشاهدينا ورجعنا لحضراتكم من جديد. كلنا بنستعد للعيد وبنجهز ومحتارين هنسافر ولا نخرج خروجات هنا في مصر، لكن دايما السفر بيبقى في مخططاتنا، بس نسافر ازاي؟ سفريه سريعه في ايام العيد وكمان تكون حلوه وبسعر مناسب. موضوع السفر في العيد ده من المقدسات. انت عارف ناخد الاجازه بنبقى عايزين نسافر، فده من عاداتنا. اغلب الناس بتحب تستغل ده جدا. في الاجازه الصغيره بنبقى خارجين من رمضان وبيبقى دايما فيه امتحانات والناس عايزه تغير جو، وطبعا في ناس بنحب تخرج هنا، فده اللي نعرفه بقى. نعرف افكار وخروجات من اليوتيوبر بشوي رمسيس اللي منورنا النهارده في صباح البلد. صباح الفل. صباح الفل. ايه الاخبار؟ كل سنه وانت طيب. الاول وانت طيب. على طول بقى ندخل كده تقول لي احنا معانا 3-4 ايام كده، الناس واخده اجازه النهارده، الاجازه السنه دي حلوه ومحترمه يعني لحد يوم الحد. فايه ازاي نستثمر الاجازه دي في خروجات بقى، في سفريات؟ براحتك، ابدا لنا كده من الاول للاخر. بص، انا محضر مجموعه افكار ممكن نعملها حلو. في العيد للي مش هيسافروا اصلا. بالنسبه للي سافر، في معظم الناس خلاص اللي حجز بالظبط. فاحنا برضه هنقول سفريات للي لسه ما لحقش يحجز يمكن يعمل ايه. ممكن لسه دلوقتي ناس تلحق تحجز. بالظبط. فخلينا الاول في الخروجات بقى اللي قاعد في القاهره الاول. أيوة والجيزه وكده يعمل لنا ايه. بروجرام كده. اول فكره مثلا معايا حلو ممكن نعملها، ان احنا ممكن لو احنا مجموعه عيله او شباب وبنات ومجموعه كده، ممكن ننزل نأجر فيلا في اماكن زي جمعيه عرابي، الريف الاوروبي، في برضه قرى في مدينه نصر في كذا حته تبقى فيلا. مثلا لو احنا مجموعه نأجرها لوحدنا، بيبقى فيها حمام سباحه، بيبقى فيها ملاعب، ممكن نشوي، ممكن بقى لو الناس بقى اللي بتحب تاكل فسيخ ورنجه بقى والحاجات دي نقعد بقى وناكل ونتبسط. ده لو احنا مجموعه كبيره هناخد المكان ده لوحدنا. تكلفته مثلا بتتراوح من 5 ل 7000 جنيه، بيشيل لغايه مثلا 30 فرد. فلو حسبناها على سعر لو الفرد تقسموا تبقى هايله، مش هتبقى قيمه كبيره فعلا. فدي لو احنا عيله ومجموعه كبيره. مكان مفتوح وفي بيت وفي كل بيبقى في حمام سباحه في حمام سباحه والعاب، ان احنا نشوي، ان احنا نقعد نلعب، ناكل، نعمل اللي احنا عايزينه. طب لو احنا اسره مثلا 3 أو 4 مش هنعرف ناخد مكان كامل، في بقى كوره مثلا في اكتوبر في طريق اسكندريه الصحراوي، وفي منها برضه في مدينه نصر بتبقى فنادق صغيره تبع القوات المسلحه، يبقى فيها برضه حمام سباحه، اكوا بارك، بيبقى فيه شامل فطار او غدا حسب اللي انت عايزه. بيبقى فيه مثلا حفلات، بيجيبوا مطربين ويعملوا حفلات، خصوصا في الاعياد بيبقى الاكتيفيتيز اعلى، بتبقى حلوه قوي. فمثلا القريه دي واضح ان اسعارهم مناسبه كمان اللي انت بتتكلم عليه. اسعارها كويسه يعني. ان القريه في قرى بيبقى التيكت الفرد 250 جنيه، لو طفل بيبقى 100 جنيه او 150 جنيه. يعني احنا لو اسره مثلا 4 التكلفه كلها تبقى مثلا 600-700 جنيه، وهنروح هناك بقى فطار وغدا، وننزل البول، اكوا بارك، حفلات بقى ورقص واغاني. فبيبقى يوم كامل بقضيه من 9 الصبح لغايه الساعه 6. دي خروجه كامله وبسعر برضه مناسب، ان احنا عملنا كل حاجه، نزلنا الميه واتبسطنا ولعبنا وتصورنا وعملنا كل حاجه. فدي فكره. في برضه زي الدارات، في دارات طبعا القوات المسلحه زي دار المشاة، دار الدفاع، دار المدفعيه. الدارات دي مثلا تيكت الدخول 35 جنيه. اخش جوه، في حمام سباحه، في كيدز اريا، في اماكن خضراء وقعدات حلوه كتير. في برضه السباحه دي مثلا لو انا هنزل اولادي او احنا مثلا تيكت ب 30 جنيه السباحه. فمثلا لو انا اسره 3 أو 4 برضه القصه كلها مش هتكلفني 200-300 جنيه. ودخلت قضيت يوم كامل، الولاد نزلوا بالحمام السباحه، لعبوا في الكيدز اريا واتبسطوا وتصورنا. دول كمان بيتميزوا ان اكلهم حلو، اكلهم نضيف جدا فعلا. والاسعار السعر فعلا سعر مناسب. ايوه. يعني مثلا 250 دي في القريه بقول عليها، بيبقى مثلا الفطار بيبقى عباره عن مثلا فطير وعسل وبيض وجبنه، وتيجي على الغداء بيبقى شامل ربع مثلا فرخه ورز وسلطه. فكل ده اصلا قيمته مع 250 جنيه مع حمام السباحه والاكوا بارك الحاجات دي. فانت قضيت يوم حلو قوي مقابل القيمه اللي انت بتدفعها. حلو قوي. بقى لو انا بحب الاماكن المفتوحه بقى، الجناين بالظبط. ما هو الجو ده عايز كمان اماكن مفتوحه، عايز خضره وميه واماكن بس مفتوحه. احنا بنتكلم بقى على انت كلمتنا عن التجمعات وكلمتنا عن الاسر، انت بتتكلم بقى على بقى ايه، الصحاب، الفرد عايز هو ومثلا خطيبته وهو ومراته بس لوحدهم، مفيش بقى اولاد لسه ما اتجوزش كده. مالك انت ومالك معلش يعني برضه نطمن، اصل في ناس غلابه بتتفرج علينا. في اقتراحات حلوه مثلا للشباب زي مثلا لو مجموعه شباب برضو ومجموعه كبيره ممكن يفكروا ان هم يروحوا يقضوا دي يوز، مثلا ياخدوا يخت في السخنه. اليخت مثلا بيبقى تكلفته مثلا 5000 جنيه برضو، بيشيل لغايه 20 فرد. وكل ما بيزيد او يقل على حسب الفرد. فكره هايله. سكه الفرد برضو بيبقى 200-300 جنيه. برضو لو شيرنا كلنا شير مع بعضينا كده وجبنا حاجه هنشويها وناكل ونشرب، فاحنا قعدنا على اليخت. هنصطاد بقى، نصطاد السمك ونصطاد طبعا. ما هو كنا لازم استغل اليوم بقى. انا قاعد اليوم كله على اليخت، اصطاد، انزل البحر، اشوي واكل، ومعايا الكاسيت اغني السماعات يعني، نسمع حاجه نرقص ونغني. طب هل في حاجه شبه ده في النيل؟ في طبعا زيه في النيل. ما هو ده بقى كنت هقوله، لو هو زي ما هو قال كده، لو واحد وخطيبته او واحد ومراته
احنا مش شله. ماشي يا عم. في مراكب برضو نيليه بيبقى فيها نظام اوبن بوفيه في الفطار او في الغداء، وبتبقى قاعده رومانسيه وترابيزه. دي اللي هي لشخصين؟ دي اللي هي لشخصين. في منها اللي لو في مجموعه، لو في مجموعه ممكن ياخدوا برضو مركب نيليه لوحدهم. في من بيبقى في كذا يعني حته، في مراكب نقطة. صغيره ومراكب كبيره. في فكره تانية برضو في الخروجات العيد شبيهه بقى اللي حضرتك بتقول عليها، زي الاتوبيس النهري والقناطر الخيريه. دي حاجه برضو ده المتعارف تكلفتها عليه قليلة. بقى. لا مش متعارف عليها، دي الناس ناسياها يعني. القناطر لا الخيريه كان زمان. زمان، بس القناطر الخيريه فعلا الناس بطلت وخلاص، ما عادش فيه. بقينا بنشوفها في التلفزيون بس اللي هو في اغنيه العيد والكلام ده كله. بالظبط زي ما بيقول كده. في دلوقتي يعني لو الناس راحت عند المظلات كده جنب الهابي لاند، في مرسى كده بتاع الاتوبيس النهري ده. الاتوبيس النهري ده تكلفته للفرد 60 جنيه، عباره عن ساعتين رايح لغايه القناطر وساعتين راجع، وبينتظر هناك طب ساعتين. انت رحت قريب؟ اهو دي انا لازم اقول لك عليها، الناس نسيتها. انا رحت لقيت الدنيا فاضيه، وهو قعد شويه على محمل عشان كان يوم جمعه وكان لازم ياخد عدد معين، بس لسه زي ما بالتالي هو في العيد ولا طوروا فيه حاجه؟ ده جميل جدا. الرحله اصلا اللي هي ان انا ادفع 60 جنيه ساعتين رايح وساعتين راجع، واستمتاع دي لوحدها حلوه، دي لوحدها متعه من غير اي حاجه. واول ما نزلنا هناك في مثلا حديقه الياسمين، تيكت الدخول ب 20 جنيه. هتخش جوه جناين وقعدات برضو، لو هناخد بقى اكلنا وشربنا معانا كوره ونلعب ونتصور، وفي زي شلالات كده وحاجات حلوه. فانا في تكلفه الفرد مثلا 60 جنيه الاتوبيس، ساعتين رايح وساعتين راجع. الناس ناسيه المكان فهيبقى حلو ورايق بس في العيد ممكن ما يبقاش كده. بس في العيد ناس كتير سافرت يعني. انا اصلا شغال محتواي الاساسي في فنادق وسفريات وغردقه وكده. احنا نطلع من الخروجات للسفريات عشان نلحق نقول للسفريات. عشان نقول للسفريات بقى، ولا انت عايز تسافر في العيد الاول؟ ماشي. عندنا فدي اتوبيس النهري والقناطر الخيريه. دي فكره كده برضو لوحدها، تكلفه 80 جنيه للفرد، وهيقضي يوم كامل في الميه والشمس وكده. في فكره ثانيه برضو لو مجموعه شباب برضو او عيله، ملاهي، ان احنا ممكن نقدر نروح ملاهي. في ملاهي مثلا في العبور، في اكتوبر، في كذا حته. بتبقى مثلا اللي في العبور تكلفه الفرد 100 جنيه، ويخش يلعب الالعاب كلها عدد لا نهائي من المرات. فده يوم برضو كامل اقدر اقضيه في الملاهي. طبعا في فكره ان انا ممكن اخش سينما بالليل. في حد مثلا مش معاه تكلفه فلوس وعايز يخرج، ممكن ينزل مثلا زي الزمالك، يتمشى في شوارع الزمالك. في حدائق هناك نرسم الدخول ب 20 جنيه. حديقه الاسماك، حديقه العبور، حديقه الاسماك تم افتتاحها كمان، جميله جدا، وحاجات رسوم دخولها بسيطه. فانا دخلت اتبسطت، اتمشيت على كورنيش النيل ودخلت حديقه وعملت كل اللي عايزه، مش هصرف برضو. الفرد مش هيكلفني برضو حاجات كتيره. عايز اصرف شويه ممكن اروح زي فاميلي بارك في الرحاب. دي حاجه اكبر شويه وفيها حاجات كتير، اكتيفيتيز كتير، وبيعملوا حفلات حلوه في العيد. أيوة. دي برضو خروجه حلوه برضو للعيد. دي بتحتاج حجز من قبلها ولا بيروحوا يقطعوا تيكت ويدخلوا على طول؟ لا من غير اي حجز، هو المكان اوبن مفتوح. طب ننتقل بقى للسفر سريعا عشان الوقت نلحق نقول. تمام. قول لي كده بقى، رتب لي كده اهم اماكن ممكن نسافر ليها في العيد. ماشي. بالنسبه للسفر اللي عايز يسافر دي يوز وكده، ممكن نروح مكان زي السخنه او حاجات زي كده، يبقى فيه قريه اقدر اروح اقضي دي يوز، اخش اقعد على البحر واكل واشرب واعمل اللي انا عايزه. ده اللي عايز اقضي يوم. طب اللي عايز يسافر بقى 3 أو 4 ايام، في فكره ان احنا نسافر فندق 4 أو 3 ليالي. بيبقى تكلفه الفرد بتبتدي من 2500 ل 3000. 4 ايام 3 ليالي، اقامه كامله، فطار وغدا وعشاء. دول 4 ايام. 4 ايام 3 ليالي. طبعا ده من اقل حاجه. الاسعار بتزيد معانا. ده فين مثلا؟ في الغردقه، وفي انا برشح الناس على طول الغردقه وشرم والحاجات دي. بيبقى الاقامه كامله هناك، فطار وغدا وعشاء وسناكس وكده. انت بتريح دماغك خالص. السخنه بتبقى فطار وعشاء بس. اللي مش عاوز بقى يروح فنادق، في افكار تانية. مثلا احنا في حد مثلا كلمنا قبل كده بتقول لي انا معايا 1500 وعايز اسافر ولادي وعايزين نشوف بحر وعايزين نتبسط ومش عارف اروح فندق، وهم 1500 اللي معايا انا وزوجي واولادي. فاقترحت لها، كنا زمان نروح راس البر. اقول لها عندك حاجه زي راس البر، في هناك عشش كده وشقق. الشقه مثلا بتبقى تكلفه الليله في بره الموسم يعني بيبقى مثلا تكلفه الليله 200 جنيه 150 جنيه. والله مش يعني انا سمعت ان راس البر بقت اغلى من شرم الشيخ دلوقتي. لا ده في الموسم. عاملين اعلانات في رمضان وبتاع والقصه بقت راس البر الموسم اللي هو امتى؟ لا لو قبل لغايه شهر 6 او من بعد 9 انا بقول لك هتروح في العشش هناك او الشقق يعني بيسموها عشش. الشقه هناك اصلا العشش والبنجلز والحاجات دي بقت الناس بيروحوا لها. بنجلز في راس البر. لا هم الشقق هناك بيقولوا عليها عشش. فانا الست دي اقترحت عليها ان هي تروح هناك في الوقت دوت. بتبقى مثلا تكلفه الشقه في الليله 200 جنيه، فلو خدت مثلا 3 ليالي ادي ب 600 جنيه. بالانتقالات بتاعتكم ادي مثلا 800 جنيه، وتاخد اكلك وشربك اللي بتاكله هنا في القاهره خده معاك بعيشك بكل حاجه وراحت وكله هناك.
راحت واتبسطت ورجعت وقعدت تدعي لي قوي، تقول لي يعني فكرك الجميله. البحر مثلا كان التيكت الشمسيه بالكراسي 100 جنيه في اليوم، فلو حسبت الموضوع كله فعلا ما تخطاش ال 1000 ونص. البادجت ف 1000 ونص 2000 3000 تقدر تسافر بيهم. ممكن غير راس البر بقى اللي عايز يروح اسكندريه. طبعا بقى موضوع الفنادق وموضوع النجوم، في ناس طبعا بتفتكر بعدد النجوم ان كده لا خالص، القيمه في الفندق اماكن لا بتبقى نجومها قليله وحلوه بالظبط صح كده. طب ايه كمان غير راس البر؟ في مثلا اسكندريه، ان احنا برضو اسكندريه برضو مش غاليه قوي. ان احنا نزلنا على ميامي او خالد بن الوليد، الشقق هناك بتبقى اسعارها رخيصه، ممكن تبتدي الليله من 500 جنيه معاك لغايه 2000 جنيه 3000 جنيه. غير اسكندريه راس البر ممكن حد يروح اسماعيليه برضو جميله جدا، بورسعيد. الاماكن ديت فيها خروجات فعلا جميله جدا. ما روحش اسماعيليه او بورسعيد فعلا فايته كتير جدا. اعتقد يا بشوي من كلامك احنا نقدر نقول ان الفلوس عمرها ما كانت عائق في ان انت تعرف تخرج او تتبسط. لو معاك ايا كان هو المبلغ هتعرف تلاقي مكان هنا في مصر يناسب احتياجك ويناسب البادجت بتاعك. هنروح الراجل زي اللي انت قلتيه، هنروح المنجز. بنشكرك جدا يا بشوي، نورتنا وشكرا على المعلومات. وان شاء الله باذن الله معانا في لقاءات تانية متواصله نقول للناس بقى على اماكن افضل حتى بعد العيد واجازه الصيف اعتقد داخل علينا. الصيف بقى والسفريات والمصايف نورتنا حقيقي.